من المظاهر والمناظر والفشخرة والأبهة والحاجات دي، خليك عبد لله، والله عز وجل يعطيك عزا كثيرا في الدنيا والآخرة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت بين كتفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 4 رقاع في قميص مرقع، وهو عمر. ولكن عمر كان القدوة والمثل في العدل وتحقيقه وتطبيقه بين الرعية حتى على نفسه وعلى أهله وأولاده، والذي قال: لو عثرت بغلة بشط الفرات لسألني الله عز وجل عنها يوم القيامة لم لم تسوي لها الطريق يا عمر. عمر دخل على ابنه عاصم ذات يوم وجده يأكل لحما، قال: ما هذا؟ قال: اشتهته نفسي اشتهت ان انا اكل لحم. قال: أو كلما اشتهيت أكلت؟ ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالمرء سرفا أي إسرافا أن يأكل كل ما اشتهى، أن يأكل كل ما ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.